طيب، هي الدنيا من ساعة ما ترامب حط الضرائب الجديدة بتاعت كل البلاد اللي في العالم اللي هي ليها علاقة بالتارفس او الجمارك او الفلوس اللي هتدفع على اي سلعة جاية من بره لامريكا. وطبعا اكتر حاجة في الموضوع ده تهمنا هو الجزء بتاع البضاعة اللي هي جاية من الصين لامريكا، بالذات في شغل الدروب شيبينج وشغل التجارة الالكترونية اللي احنا حاليا شغالينه واللي انا حاليا بعلمه للناس. والفيديو ده مش هيبقى معمول له يعني شغل كتير، لان هو في الاخر هو انا بدي الناس ابديت على اللي حاصل، ولسه الموضوع كبير جدا ومش مفهوم، وهقول لكم التفاصيل بتاعته او اللي انا توصلت له في خلال اليومين اللي فاتوا من الناس اللي انا كلمتها بره في الصين اللي هم السبلايرز اللي انا بشتغل معاهم، ومن الناس اللي انا عارفها كويس قوي وبتشتغل في الدروب شيبينج حتى بره هم في امريكا، والوضع حاليا عامل ازاي. فالفيديو ده هو عباره عن توضيح كامل لكل حاجه بتتعلق بالضريبه الجديده اللي نزلت، الشغل هيبقى عامل ازاي، ايه الحاجات اللي احنا هنتاثر فيها، والحاجه الاخيره برضو المفروض ان احنا هنعمل ايه الفتره الجايه. اهلا بيكم. طيب، كله شاف اكيد طبعا لترامب البلاد اللي هو حط عليها جمارك، وحط عليها جمارك من سلع سواء بقى اقل من $800 او اكتر من $800 اللي هي في الصين يعني. وخليني هشرح الموضوع ده اكتر وهديكم الابديت اللي حصل ان ترامب اعلن ان كل البلاد اللي في العالم، كل بلاد العالم بقى ليها جمارك اكتر لما تيجي تبعت حاجه من البلد دي لامريكا. والصين لو احنا بنتكلم في البيزنس بتاعنا هي من اكتر طبعا البلاد اللي هي بتودي بضاعه لامريكا، وبالذات في مجال الدروب شيبينج ده، وكانت بيتشال منها الجمارك لاي حاجه اقل من $800. ودي كانت اكتر حاجه ماشيه الدروب شيبينج من الصين لامريكا. اي حاجه فوق ال $800 طبعا لو في ناس بتشتغل فيها بتبقى عدد قليل جدا جدا جدا، بس حاليا كلنا هنتاثر. اولا الحاجه اللي هتفيدنا دلوقتي واللي هو الجزء بتاع الصين، الجمارك زادت ب 20% الاول، ده كان اول قرار طلع، وبعد كده زاد عليها 34%. وخليني هوريكم دلوقتي حالا يعني برضو هحاول اطلع برضو صوره من الحاجات اللي هي موجوده. فزي ما انتم شايفين الصوره اللي كده دي اللي مكتوب فيها ان انت في الاخر هتدفع حوالي 54% جمرك على البضاعه اللي هي اوريدي اصلا انت مغليها في الصين. يعني هنفترض افتراض سريع جدا، لو حاجه مثلا ب $10 فالمفروض انها دلوقتي لما تيجي السبلاير نفسه لما تيجي تشتريها منه مش هتشتريها ب 10، هتبدا تشتريها منه بحوالي 15. فبالتالي لما تيجي تبيعها مش هتبيعها ب 30، هتبيعها ب 35 40 45 حسب السعر بيعمل ازاي. فالى حد كبير قوي المنتجات اللي هي الفيري لو تيكت اللي هي ب5 ب7 ب10 بالارقام دي مش هتبقى شغاله زي الاول. يوم 4 ابريل اللي حصل ان هو كان حاجه اسمها ليبريشن داي، ودونالد ترامب برضه هحاول اطلع لكم صوره ثانيه دلوقتي اللي هو صوره التارفس او صوره الجمارك اللي هي طالعه لكل بلد. شايفين حتى الصين اول واحده فيها اللي هي 67% و34%. طبعا الحسبه دي مختلفه، هو في الاخر الجمرك نفسه هي 20 وزاد عليها 34. دي حسبه اللي هو اللي جايه قد ايه من اللي بيتبعت منهم، يعني سيبك من الرقم ده دلوقتي، لكن هو الرقم في الاخر 54%. فكده اهم معلومتين احنا محتاجين نكون فاهمينهم، ان اي حاجه اقل من $800 اللي هو اكبر استفاده للناس اللي شغاله في الدروب شيبينج بقت عليها جمارك مش معفاه. والحاجه الثانيه ان الجمارك بقت حوالي 54%، ولسه مش عارفين 100% هل ال 54 دي لكل حاجه فوق ال 800 وكل حاجه تحت ال 800 ولا حاجات وحاجات. ولحد دلوقتي برضو اللي هو يوم 5 ابريل اللي حصل ان في حاجات اصلا اوريدي في المينا بضاعه من الصين موجوده في امريكا، لسه مش عارفين ايه اللي هيخش امتى وانهي صنف بالظبط هيبقى عليه قد ايه برسنت جمرك، لان الموضوع حصل لسه اول امبارح وانا بعمل لكم الفيديو النهارده يوم 5 ابريل و4 ابريل كان اللي هو الليبريشن داي. فالدنيا لسه مش واضحه ومش مفهومه. فدول كده معلومتين. تاني، $800 اي حاجه تحتيها بقت مش معفاه من الجمارك عليها جمرك، كل حاجه جايه من الصين هتبقى بزياده بنسبه 50%. فبالتالي اللي اكيد مليون في الميه هيحصل، كل السبلايرز اللي موجودين في علي اكسبريس وسي جي دروب شيبينج وكل الناس الظريفه دي هتبدا تعلي سعرها في الفتره اللي جايه في الاسبوعين 3 اللي جايين من 20 ل 40%. ده اكيد هيحصل، مليون في الميه هيحصل. فهتلاقي لو حد شغال هيلاقي فيه دروب جاله في الكونفرجن او في البيع، دي حاجه. تاني حاجه هيبقى فيه شويه مشاكل في الريتيرنز والشيبمنتس وبتاع ومش عارف ايه، اكيد هيقابلنا. بس دي برضو عشان اطمنكم يعني دي لا اول ولا اخر عقبه انا شخصيا قابلتها في المجال في الاربع 5 سنين اللي فاتوا. الحاجات دي كانت بتتحل وما فيهاش مشكله، بس دي عقبه من عقبات البيزنس اللي هتقابلك، وعادي يعني ما تاخدهاش ان الموضوع كده مات. لا مش مات طبعا، لان هو بيقولوا ان هو بيموت بقاله مثلا اكتر من 30 40 سنه، بس هو ده بيزنس، فكل فتره بتلاقي ان في حلول ثانيه. وهقول لكم ايه هي الحلول الثانيه اللي تعملوها.
طيب ده كده الابديت اللي حاصل حاليا من امريكا. عشان بقى ما اطولش عليكم الفيديو، خلينا نخش بقى في السكه بتاعت هنعمل ايه للي اوريدي شغال، للي مثلا لسه اخد الكورس معايا ومش عارف طب يعمل ايه دلوقتي، للي كان نفسه ان هو يشتغل مثلا ومش عارف هل يشتغل ولا ما يشتغلش. واحده واحده كده. اللي اوريدي اصلا شغال حاليا والحمد لله الدنيا شغاله معاه وماشي كويس، يبدا ان هو يتكلم مع السبلايرز بتوعه عشان يفهم ايه الاسعار هتتغير من كام لكام، ويبدا على طول يعدل في الاسعار بتاعته، يعني البرايسنج استراتيجي بتاعته يبدا يعدلها. دي اول حاجه. تاني حاجه، لو انت شغال في حاجات اقل من 15 و20 دولار حاول بقدر الامكان تبعد عنها. يعني لازم تبدا تشتغل في حاجات اسمها هاي تيكت برودكت. ليه؟ لان الحاجات الغاليه اوريدي غاليه، فهتبدا تشتغل اكتر من الحاجات اللي هي الرخيصه جدا، لان خلاص الحاجات اللي هي الرخيصه اللي هي ب 10 وب 15 طبيعي لما تيجي تغلى 5 دولار هتبقى اصعب من حاجه لما مثلا كانت ب 100 بقت ب 120. هي اوريدي اصلا بقت غاليه، كانت غاليه اصلا. فالهاي تيكت بقى فرصته احسن شويه. الحاجه الثالثه انك لازم تفضل ابديتد باللي بيحصل في المجال ده، تعرف مين بيعلي ايه امتى وفين والكلام ده كله. طب ده بالنسبه لو انت اوريدي شغال. طب لو انت واحد بقى لسه داخل، الضرايب دي اتعملت للحاجات اللي انت لو انت بتبيع تعمل دروب شيبنج لامريكا. يعني هي مش البلد الوحيده، هي اكبر بلد ليها بيرتشيز باور، قوه شرائيه، لكن هي مش البلد الوحيد اللي احنا بنشتغل عليها. احنا بنشتغل على سوق سعودي، سوق اوروبي، سوق استرالي، سوق انجليزي، سوق مصري كمان. فبالتالي شغلانه الدروب شيبنج والتجاره الالكترونيه وكل الكلام الظريف ده هو ما وقفش، هو حصل له عقبه في بلد معينه، بس للاسف هي كانت اكبر بلد الناس بتشتغل فيها. بس ده هيخلي ناس كتير قوي 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 تبدا انها تستخدم منتجات محليه. فلو انت عايز تفضل تشتغل في امريكا يبقى هتحتاج انك تروح لسبلايرز امريكان. فعندك مثلا حاجه زي زين دروب مثلا، عندك سبلايرز امريكان. هبدا انا برضو اعمل لهم كام فيديو الفتره الجايه بدل علي اكسبريس وبدل سي جي دروب شيبنج لحد ما نعرف الوضع هيمشي ازاي. لكن غير كده البيزنس لسه ماشي، ما فيهوش اي مشكله. انا شخصيا دلوقتي بعد الاخبار دي وبقالي اصلا شهر شغال على حاجه زي كده، ان انا شغال على ابديت كامل للكورس، لان انا عارف ان انا ما ينفعش اكون مقدم خدمه معينه وفي الاخر انت تيجي تبقى بتدفعها وعايز تخش فيها وما تلاقيش ان في ابديت بعد اللي بيحصل ده كله. لان زي ما انا عامل على طول، انا عامل اي ابديت بيحصل في الكورس نفسه هو بيبقى ببلاش للناس اللي هي اوريدي جوه الكورس، لان هو دفع مره واحده وخلاص، مش عايز منهم حاجه تانية. انا في الاخر انا خدمتي ان انا الافتر سيل سيرفيس اللي بقدمها ان انا دايما اخليهم ابديتد بالاسواق، بانواع الشغل الجديد، بايه اللي المفروض ان هو يحصل ويتعمل والكلام ده كله. طبعا الكلام ده موجود برضو على الفيزيكال برودكتس، مش موجود على الديجيتال برودكتس. فبالتالي برضو في فرصه كبيره جدا 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 انك تبدا تغير في المجال نفسه. بدل ما كنت بتبيع حاجه فيزيكال لامريكا وعايز تشتغل في مجال امريكي، عندك حاجه من اتنين: يا اما تشتغل مع سبلايرز امريكان، يا اما هتشتغل في ديجيتال برودكتس. كل ده برضو موجود. يعني البيزنس مالوش قفله، هو دايما في مليون حل، بس على حسب انت فكرك عايز تشتغلها ازاي. انا شخصيا الستور بتاعي مثلا انا بشتغل بفيزيكال برودكت بلو تيكت برودكت، لازم هبدا ان انا افكر هغيره ازاي وهعمل ايه. فعشان بس ما اقعدش اطول عليكم، في ملايين الحلول. ده اول حاجه. تاني حاجه زي ما احنا اتكلمنا في الفيديو كله، عشان بس تبقى انت فاهم لو انت عايز تشتغل في امريكا ولا انت بادي ايه اللي يحصل بالظبط. فاعتقد ان انا شرحت ده في الفيديو في الاول خالص، عشان بس ما اطولش عليكم خلاص. الحاجه الثالثه ان في ابديت كامل هيحصل على الكورس ان شاء الله، كامل على حاجات فيزيكال، ديجيتال برودكتس، برنت اون ديماند، يعني كميه انواع من التجاره الالكترونيه، عشان تبقى انت بس مستريح وضامن ان انت مش تطلع بره الكورس ده وانت مش لاقي حاجه تشتغل فيها. طبعا الابديت ده هيحصل امتى؟ هو ان شاء الله في خلال الثلاث شهور الجايين، يعني من شهر 4 لغايه شهر 6 الابديت ده باذن الله هيكون خلاص خلص. لان هو طبعا الموضوع كبير جدا، وهو كورس هيعدي 15 ساعه 16 ساعه، فمحتاج تحضيرات كتير قوي، ومحتاج ان انا ابقى بشرح كل حاجه بالتفصيل عشان انتوا ما تبقوش عايزين تطلعوا بره الكورس نفسه عشان تاخدوا اي معلومه ثانيه. ولو في اي ابديت كبير طبعا اكيد هعمل فيديو واشرح لكم التفاصيل. السلام عليكم.